الأعزاء أصدقاء محطة فلافيلو، يسعدنا أن نقدم لكم حدثا مهما. معنا بالاستوديو الآن الفنانة المحبوبة والمطربة اللذيذة أنغام. أهلا وسهلا، كلنا بنرحب بالفنانة الجميلة أنغام. أهلا وسهلا. أهلا بيكم كلكم. ازيك يا زيكا؟ الله، انت عارفاني؟ طبعا بحبكم كلكم. امال فين طماطم؟ طماطم في الحقيقة مسافرة مع برضه فلافيلو، بس هتفرح قوي 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 لما تعرف انك شرفتينا هنا في الاستوديو. بس ده استوديو جميل قوي، انا اول مرة اشوف استوديو صغنن وحلو كده. وبعدين نزلت مرجانة وجابت 40 حجر وحطت فوق كل غطا من غطيان القدر حجر تقيل، وطلعت نبهت على علي بابا ان في 40 حرامي جوه ال 40 قدرة. نزل علي بابا والضيوف اللي معاه وقبضوا عليهم وخدوا جزاءهم. الله، حلوة قوي 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 حكاية الأستاذ علي بابا دي، حلوة قوي. قوليها تاني. بس تعرفي زمان الحرامية متغاظين من مرجانة قوي، طبعا عشان بوظت عليهم خطتهم. طبعا انغصوا منها بس خدوا جزاهم. طبعا، امال عشان اشرار وحشين لازم الاشرار في كل الحواديت ياخدوا جزاهم. يا ابني يا حبيبي، دول لو رجعوا تاني هيدوروا عليها وينتقموا منها. انا بقى اقول ان مرجانة مش هيهمها منهم، مش كده ولا ايه؟ طبعا في حد يخاف من 40 حرامي؟ ولا من 400 حرامي كمان. والله انت ظريف قوي. بس انا اظرف، مش كده؟ طبعا. احنا متشكرين قوي يا ست أنغام. والله فرصة جميلة جدا. تيجي ناخد صورة معاه. يا صاحبي لو سمحت يا سيدي على الاوتوجراف ده. استنوا يا جماعة. هسيبه كده. استنوا بقى استنوا بقى، احنا لازم ناخد صورة تذكارية معاه. يا سلام، احنا قلنا كلامنا من الاول، كلنا